في كبسولة النهاردة هنتكلم عن الآتي: الأهلي غدا في 90 دقيقة قد تحدد مصير موسم في دوري أبطال أفريقيا. في دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ والمصائب لا تأتي فرادى، وفوز على ريال سوسيداد من باريس بعد شوية توفيق ولحظات إبداع من مبابي العريس، وأحدث تطورات في خناقة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على دان أشورث المدير الرياضي. كل ده وأكتر في الكبسولة الكروية مع حبيبك الكابتن عزيز. نفس كروي عميق ونبدأ الملخص. في دوري أبطال أوروبا ماتش لاتسيو بايرن ميونخ كان زي المتوقع. لاتسيو لعبوا لعب ايطالي زي ما الكتاب بيقول، قالوا البايرن نمسك الكوره زي ما انت عايز، انما صفر خطوره. واحب افكرك ان بايرن مش في احسن حالاتهم، ولسه شايلين 3 في لقاء القمه في الدوري الالماني، وبعدوا عن المنافسه بشكل كبير. وامبارح وفي ظل استمرار غياب الفونسو ديفيز وكينجزلي كومان وسيرجي جنابري، الفريق لسه بنفس الوحاشه. وفي لحظه دربكه في الدقيقه حاجه و60 اوباميكانو بيفرم رجل لاعب لاتسيو فياخد كارت احمر وتتحسب ضربه جزاء، بيخش منها شيرو ايموبيلي يخلص والنتيجه تخلص 1-0 لاتسيو. لاتسيو ضغط وحاول وكاد انه يجيب الثاني كمان في الانفاس الاخيره من المباراه. الخبر السعيد الوحيد لبايرن ميونخ ان النتيجه خلصت 1-0 بس، وان الماتش لسه في الملعب لما هيرجعوا الاليانز ارينا في المانيا. ولو بايرن ملحقش نفسه في المانيا او لاتسيو اكيد هيلعب على كده، نجح في انه يلسعهم مرتده في اول المباراه هناك في المانيا وصعب المهمه عليهم اكتر، ساعتها هنقدر نقول ان احتمال كبير بايرن ميونخ الموسم بتاعه يخلص في شهر مارس، لا دوري ولا ابطال. وهل هاري كين طلع بومه؟ ايا كان هو فين هنعرف الاجابه دي في خلال 3 اسابيع. في المباراة الثانية من سهرة الأبطال باريس سان جيرمان وزي ما توقعنا لقى قسم عنيد في ريال سوسيداد. ريال سوسيداد عمل شوط أول محترم جدا وكان ضغط أجريسيف عالي على الفريق خلى باريس مش عارف يشم نفسه. وقبل الهاف تايم بالظبط لاعب خط وسط ريال سوسيداد ميكال ميرينو يطلق قذيفة فرقعت في السوكة أو في التمانيات تضرب في العرض وتطلع بره. دي كانت كفيلة تغير مجرى المباراة كله، إنما كان في شوية توفيق ومشيت مع باريس. وبجملة التفاصيل الصغيرة اللي مشيت مع باريس فالحصار يتفك عن طريق ضربة ركنية، يطلع ماركينيوس يركب الكل من فوق ويلعبها بدماغه ويطلع القناص مفيش غيره كيليان امبابي يلسعها في سقف الجون. ومن بعد الجون الاول ده ولمده نص ساعه يفتح بقى الماتش وباريس يعمل اللي هو عايزه ويضيع فرص ومبابي يجيب كرة في العارضه هو كمان. وفي الدقيقه 70 بانطلاقه عنتريه من باركولا من الناحيه الشمال بيضرب خط الدفاع وينفرد ويحطها 2-0، وباريس حط رجل في دور ال 16. لكن لا تستهين بمباراه العوده في اسبانيا، وزي ما ابو العز قال في اغنيه توقعات الدور ال 16 باريس فرقه سيس بس مبابي هيكون العريس، وقد كان. ونطلع من دوري الابطال ونخش على دوري ابطال الغلابه او اليوروبا ليج. وفي البلاي اوفس النهارده ماتشات كتير، ابرزها لو انت من عشاق الطلاينه ان روما رايح يلعب فاينورد في هولندا، اما ميلان فهيستضيف في السانسيرو رن الفرنسي. وتعالى ناخد تاتش محليات سريع بطعم الشاي الكشري ال50. زيد بيتعادل في الدوري المصري مع بيراميدز 0-0 عشان يخسر الصدارة لإمبي اللي كسب المقاولين العرب 1-0. وفي دوري أبطال أفريقيا الأهلي داخل بكرة بالليل على مفرمة. ليه مفرمة يا أبو العز؟ لأن الماتش ده ممكن يودي الأهلي في كل حتة حرفيا. في 90 دقيقة في الجزائر هتكون مشتعلة مع شباب بلوزداد اللي حجموا الأهلي تماما في مباراة القاهرة في ديسمبر اللي فات وخلصت 0-0. نتيجة مباراة ممكن تؤدي لكذا سيناريو وتعالى نشرحهم بسرعة. الأهلي أول مجموعة ب5 نقط من 3 ماتشات، وراه يانج أفريكانز ب5 نقط بس من 4 ماتشات، وراهم شباب بلوزداد ب4 نقط من 3 ماتشات، وراهم ميدياما ب4 نقط برضو بس من 4 ماتشات. فلو الأهلي كسب بكرة هيحط رجل في التأهل، أما لو الأهلي خسر فهيحط رجل في الخروج من البطولة. اما لو الاهلي وشباب بلوزداد اتعادلوا بكره فالمجموعه دي هتفضل مشتعله لحد اخر ثانيه في الجوله الاخيره حسابيا. في اللحظه دي اي فريق من ال4 فرق ممكن يطلع اول مجموعه او اخير مجموعه. كل التوفيق للاهلي بكره في الجزائر في ماتش هيكون مش سهل. وفي الصراع الاداري اللي داير بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل، حيث ان مانشستر يونايتد بيحاول انه يصطاد الراجل بتاع نيوكاسل المدير الرياضي دان اشورث، حصل تطورات جديده. الراجل دان اخطر بشكل رسمي نادي نيوكاسل انه تم الاتصال بيه عن طريق مانشستر يونايتد لانتدابه. وده معناه ايه؟ معناه ان الراجل مستعد يسمع ومش ضد الفكره وعنده استعداد انه يروح مانشستر يونايتد. وهنا السؤال، وهو تحت عقد كبير جدا مع نيوكاسل واوريدي الراجل اساسي عندهم من 2012 وسبب رئيسي لنيوكاسل اللي احنا شايفينه دلوقتي بتحولاته طبعا بعد الفلوس اللي بتتصرف، انه يبقى نيوكاسل اللي بيلعب في دوري ابطال اوروبا وبينافس
وفي حته اللي احنا شايفينها اليومين دول. فهل في ظل ان هو عنده عقد لسه ساري مع نيوكاسل هيرفض انه يبيعه، ولا نيوكاسل هيغريب ارقام اكتر، ولا مانشستر يونايتد هيقع فيه جامد ويشيل الشيله؟ من قرايتي للموقف، مانشستر يونايتد في الحاجات اللي زي دي زباين وبيدفعوا، دي ناحيه. الناحيه التانيه الراجل ده فعلا يستحق الاستثمار فيه، لانه احد اسباب رئيسيه في نجاح نيوكاسل وممكن يفرق جدا مع مانشستر يونايتد. النقطه الثالثه والاخيره والاهم هو ان نيوكاسل لو قفش فلوس كتير في الطلعه دي من مانشستر يونايتد هتحسن موقفه جدا في الفاينانشال فير بلاي، وبالتالي في الصيف الجاي يقدروا يصرفوا على بديل ليه، بالاضافه للعيبه كتير تقوي الفريق وتدعمه من اجل ايدي هاو. فلسه ما فيش حاجه رسمي، ولكن الاتجاه العام شكلها كده رايحه ان الراجل ده هيسيب نيوكاسل ويروح مانشستر يونايتد. دي كانت الكبسوله الكرويه من حبيبك ابو العز. لايك وشير في كل حته، ولو احنا على اليوتيوب نعمل سبسكرايب. اشوفكم في قادم المواعيد الكرويه. باي.